بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم. النهارده حققنا انتصارات قضائيه بس مش هنقولها طبعا، ليه اسرار تتعلق بالناس، بس احنا بنتكلم في موضوع تاني. معانا المستشار الجليل عادل طاهر المحامي بالنقد، والمستشار القانوني البنك الاسكان والتعمير. الحقيقه ان هو الممثل القانوني ايضا والمتحدث باسم وقف تاج الدين القرشي. هذا الوقف الكبير العظيم احنا اشتغلنا فيه لمده سنتين، لكن للاسف الشديد المحكمه كان صدر حكم من محكمه اول درجه برفض الدعوه. تمام. استأنفنا الحكم، حكمت محكمه الاستئناف بالغاء حكم الرفض، والقضاء بتعديل المنطوق من رفض الدعوه الى رفض الدعوه بحالتها. هذه منطوق الحكم عشان الناس تقراه. صفحه تاج الدين القرشي من اخر صفحه في الحكم. وانا سلمت صوره لسياده المستشار. ايه السبب في الموضوع ده؟ السبب في الموضوع ده ان هناك بعض الاعمال المطلوبه والاوراق المطلوبه لاستيفاء الملف. رفض بحالتها، يعني محكمه النقد قالت هذا معناه انه يجوز للمدعين العوده مره اخرى للقضاء للمطالبه بحقوق، لان لا يترتب على اي حكم ضرر على المدعين يعني. فانا اتفقت مع سياده المستشار ورثه الدين القرشي، وهم ورثه حنفي عبد الخالق حنفي قطر او قطر دولة حنفي، وهاني حسين، وفاطمه، وعادل طاهر ابراهيم، ومفيده، ومحمد عبد الرحمن، وعمرو عز الدين الطحاوي الى اخره. عدد المدعين في الدعوه عددهم كبير يعني. فطبعا انا ما عملتش استئناف بكل الورث، عملت بجزء منه عشان بس عمليه البرد. فطبعا عرفت اتجاه المحكمه، واحنا بنعالج الموقف حاليا، وسيتم باذن الله اعاده رفع الدعوه مجددا بعد استيفاء الاوراق المطلوبه، وانا اطلعت سياده المستشار عادل طاهر عليها، ونتعاون مع بعض في احضارها، وباذن الله نجيبها ونقدمها للجهات المختصه. دي الحقيقه بدون لبس ولا جور ولا كلام. بدون لبس او جور او كلام. واترك الحديث لسياده المستشار برضه بصفه الممثل العام. ربنا يوفق سعادتك. انا شايف من الوجهه القانونيه ما زال الوضع القانوني متواجدا في اقامه دعوه ثانيه اخرى، لان حكم المحكمه يعتبر الحمد لله في صالحنا، يجوز يجعلنا اننا نرفع القضيه مره اخرى بعد تجهيز المستندات المنوع عنها في الحكم واسباب الحكم، واحنا ان شاء الله كورثه ونساعد سعاده الرئيس ان يجهز هذه المستندات، عشان خاطر بعد كده لو راحت خبير يبقى احنا جاهزين مع المستندات القديمه، وربنا يوفقه وكل حاجه بميعاد. وهو بيدرس الموقف برضه المحكمه والدوائر الخاصه بهذا الموضوع. فشاكرين الله وشاكرين لسعادتك على المطلوب. طبعا انا بشكر سياده المستشار لتفهمه، واحنا بنتعامل بمنتهى الشفافيه في كل القضايا، ما بنخبيش حاجه. خسرنا قضيه نقول خسرناها، كسبنا نقول كسبنا، واحنا ما خسرناش القضيه. الحمد لله. الخساره معناها رفض الدعوه رفض تام، ما عندناش رجعه يعني، لكن ده بالعكس، احنا كسبنا في الاستئناف، لغينا حكم الرفض ورجعنا للحاله اللي كنا فيها. فطبعا بالمناسبه انتهز الفرصه واتقدم بخالص الشكر للاستاذه شاهناز عبد الناصر المحاميه بالاستئناف العالي ومجلس الدوله، وقريبا المحاميه بالنقد، لجهودها الكبيره في هذا المكتب واستطاعتها توجيه لدغات شديده في القضاء لخصومنا ولخصوم وكلائنا، وحققت الايام اللي فاتت انتصار كبير، واخرها صدر امس الاول يوم الخميس حكم بخلع لم تستغرق دعوى الخلع في يدها اكثر من شهرين بالضبط، 60 يوم، وتم خلع السيده المذكوره، مش هنقول اسمها طبعا ده اسرار الموكلين، وفي خلع تاني لواحده تاني شغاله وهتخلعها برضه خلال شهرين، ودي اسرع قضيه خلع في التاريخ، 60 يوم بس. صح؟ ان شاء الله. خلع من جذوره. طبعا دي كفاءه انا ما بحبش قضايا الخلع، بيجي لي الموكل هنا وبحاول اصلحه معاه، لكن للاسف الشديد في امور مش طبيعيه، والخلع لا يعني ده تشريع ليه اساس في الاسلام. حينما جاءت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم وشكت من زوجها، فلما استفحل الامر بينهم الرسول قال هل امهرك شيئا؟ قالت نعم.
قال أمهرني حديقة، قال رد علي حديقته، استنادا لهذا النص التشريعي، لأنه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدر قانون الخلع. وبالمناسبة هو في رحمة، واحدة مش عايزة تعيش مع واحد خلاص، العيشة مش بالجبر يعني. وبعدين في مشكلة، في إهانات بيوجهها الزوج أحيانا للزوجة والأمر لا يمكن أن يستقيم. طبعا المستشار علي الطاهر بيسجل معانا، أنا هبعت لك الصورة بس. الحكاية إن أنا بتجيلي مئات قضايا الخلع وارفضها كلها. مش عايز أنا يعني نبقى متخصصين في إنهاء حياة الأسرة المصرية، لكن ده للضرورة والناس معارف، بنضطر ناخدهم عشان يعني هي حرجا منهم، ومش بناخد يعني الأتعاب المطلوبة، يعني حاجات بسيطة كده، كرمزيات يعني. مش هيبقوا موت وخراب ايه؟ مش هيجي واحد عندي اروح عنده مشكله اقول له لا هات 100,000 جنيه وهات 50 او هات 20,000، لا، قضايا رسومها اي كلام واحنا بنخلصها خدمه مننا للموكل اللي ليه قضايا عندنا. وبشكر الاستاذه شهناز، هي خلعتنا الاثنين السنه دي. مبروك يا استاذ. ولسه في قضايا مدنيه والجنائيه شغاله فيها معانا، مش عايزين نتكلم عنها طبعا، هي عارفه والناس اللي بيسمعونا دلوقتي عارفين مين هي الاستاذه شهناز. واخيرا النهارده في محكمه العباسيه يعني استطاعت ان هي تفهم دايره 13 محكمه شمال ان احنا ناس اصحاب مبادئ واصحاب قيم. اتكلمت مع القاضي باحترام واعتذرت للقاضي عن تاخير بعض الاعلانات، والتاخير مش بسببها، ده بسببنا احنا، اجراءاتنا احنا كانت بطيئه شويه، لكن الجلسه الجايه كل الاوراق تكون تمام، واحنا يعني بنعمل لخدمه الناس والعداله تطبيق نص الماده 1 من قانون المحاماه رقم 17 لسنه 1983، والذي نص في مادته الاولى ان المحاماه مهنه حره تشارك السلطه القضائيه تحقيق العداله واعلاء سياده القانون. وبقول للناس اللي بيتكلموا باسم نقابه المحامين موعدنا معكم قريبا عشان نقول لكم يعني ايه قانون المحاماه، ويعني ايه مقاصد التشريع ومقاصد المشرع من سن مثل هذا القانون. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وتظهر معنا المستشار علي. الف مبروك سعادتك لهذا الموضوع الشيق والمهم جدا لبعض العائلات، وما توفيقنا الا باذن الله، وكل حاجه بميعاد. ومبروك لهذه القضيه طبعا الهامه بالنسبه لصاحبتها. في معلومه مهمه عايز انبهكم عليها، الناس اللي لهم قضايا خلع وبيغلطوا اخطاء جسيمه، حكم الخلع في حد ذاته هو من درجه واحده، بس ما يصبحش طلاق بائن ونافذ الا لما تاخد صيغه تنفيذيه وتطلع بيها على مصلحه الاحوال المدنيه وتسجل هذا الحكم وتاخد بموجبه شهاده طلاق رسميه. لان مش هيتكتب في قسيمه الجواز انها زوجه مخلوعه مطلقه فلان الفلان او مطلقه، بس ما يتكتبش خلع او كده. لكن هو الحكم ده يعني الطريق الاول لتحقيق الطلاق الواقع على نتيجه الضرر او نتيجه استفحال الخلاف في العلاقات الزوجيه. اتمنى ان كل واحد مقدم على الزواج يحسن الاختيار. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، من سورة الروم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تك فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي المقابل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة الأربع: لمالها، لجمالها، لحسبها، لدينها، فاصفر بذات الدين تربت يداك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.